المبدع في كل ما ينساب من أمامي للفنانة. بسلا شهد المركز الوطني الكشفي عبد الكريم الفلوس بالمعمورة زيارة تفقدية لوفد رسمي للاطلاع على المخيمات الربيعية والعمل على تأهيل الكشاف. سعيد ريما ورشيد بالحاضي. الزيارة تهدف إلى الاطلاع على تنفيذ الخطة الرباعية التي تستهدف تكوين وتأطير الكشافة والمرشدات المتراوحة أعمارهم ما بين 12 سنة و15 سنة، كما تسعى إلى تنمية القدرات الفنية للمشاركين في مجالات أنشطة تتميز بالمتعة والتخييم والمغامرة. هذه الدورة عرفت نجاح كبير يعني بالنظر إلى أو باعتبار عدد المستفيدين والذي فاق 43,000 مستفيد، والذي تجاوز يعني الأعداد ديال الدورات السابقة، كما هي أيضا مناسبة لمجموعة من الشباب يعني المنخرطين في العمل الجمعوي المتعلق بالمخيمات. الأيام التكوينية للكشاف تتضمن برنامجا متنوعا يضم ورشات في مجالات البيئة والتضامن والمواطنة. تلقي الحركتين، الحركة الرياضية والحركة الكشفية، في مجموعة من القيم والمعالم الكبرى للحركة الشبابية. الرياضة هي من أسمى حقوق الإنسان المغربي في فصوله 26 31 و 33، ولذلك إلزاما علينا باش الحركة الكشفية كذلك تعرف هذا الإنجاز العظيم اللي حققه المغاربة. هذه الحلقة هي حلقة خاصة لتكوين القادة ليكونوا مؤهلين، وفي نفس الوقت ليعرفوا نفسيات وحاجيات الجهة المستهدفة. الجامعة الوطنية للكشفية المغربية تعمل على تنفيذ البرامج التكوينية والتربوية تماشيا مع النهج العربي والدولي في مجال التكوين وتأهيل القيادات الكشفية، وإيلاء جانب من الاهتمام للأطفال القاطنين بالأحياء الهشة.